كان عندك كام سنة لما عرفتي ان الديودرنت او اي مزيل عرق بتحط بالليل قبل النوم، ما بتحطش بعد ما بتستحمي بس؟ عرفتي كمان ان المفروض نغسل سناننا 3 مرات في اليوم، مرة اول ما نصحى، مرة بعد الاكل او بعد الغدا بالذات، ومرة قبل ما ننام؟ كان عندك كام سنة لما عرفتي ان انت ما ينفعش تعملي شمع في بشرتك، خاصة بقى قبل المناسبات وقبل العيد؟ ما تبقيش انت واحدة عروسة راح تعملي حمام مغربي وتهري جسمك، وبعدها في نفس اليوم تروحي عاملة ازالة شعر، وبعدين تسأليني انا جالي الاسمرار ده منين وجسمي ملتهب ليه، انا مش عارفة اعيش احلى لحظات حياتي او احلى ايام حياتي اللي هي بتاعت اول الجواز. طيب مبدئيا كده انا عايزه اقول لكم النهارده عن شويه تريكات هتفرق جدا في نظافتك الشخصيه. اول حاجه، بعد ما تاخدي شاور لازم تخلي المنطقه تحت الابط مترطبه، يعني وهي لسه منديه تحطي عليها مرطب، وبعدها تحطي اي مزيل عرق موجود عندك، سواء بقى رول ان، سواء مخمليه، سواء مزيل عرق بالشكل الكريمي ده، زي ما انت حابه حطي. كمان عايزه اقول لكم ان انتوا قبل النوم لازم تمسحوا المنطقه دي بحاجه مثلا قطنه مليانه ميه، تمسحوا المنطقه وتنضفوها وتسيبوها برده مترطبه، وتبداوا تحطي عليها مزيل عرق قبل ما تنامي، لان اصلا الريحه هتبقى ثابته اكتر وفعلا هيزيلك العرق بشكل اكبر. طب انت لو عندك مشكله التعرق الزائد، يعني انا مثلا اشوف مثلا بنات عندهم يا عيني المنطقه دي فيها عرق بطريقه مش طبيعيه، هي غصب عنها، دي حاجه مش بارادتها، دي حاجه عندها الغدد اللي هي الغدد العرقيه بتفرز عرق اكتر، فبتخلي شكل منطقه الابط او الملابس اللي لابسها مبلوله حرفيا. انت عارفه بقى ان الحاجات دي بتروحي تعالجيها عند دكتوره الجلديه؟ ممكن تعملي كمان حاجه اسمها بوتوكس او فيلر في الاماكن دي، وعلشان تقلل شويه من التعرق، فدي حاجه ابدا ما تعبكيش، دي حاجه بتبقى مرضيه. اما البنات اللي انا بشوفها وبشم ريحتها وانا رايحه مثلا مشوار ولا راجعه من مشوار، بنت معديه من جنبي بيني وبينها تقريبا مترين تلاتة واشم ريحتها، لا كده كتير قوي يا بنات واوفر يعني. خلي بالك كمان من الحبوب بتطلع في بشرتك، احنا داخلين على صيف، يعني هيطلع لك حبوب في بشرتك، يعني هيطلع لك شويه جفاف كده في مناطق كتير، وهيطلع لك كمان لو انت بشرتك دهنيه فانت اكيد هيطلع لك دهون كتيره قوي، ودايما هتبقي ماشيه عماله تشري عرق كده. طب وده سببه ايه؟ سببه حاجتين اساسيين، ان انت ما بتستخدميش مرطب لو بشرتك دهنيه وتقولي ما انا بشرتي بترطب نفسها بنفسها. مفيش حاجه اسمها بشرتك بترطب نفسها بنفسها، انت طول ما انت شايفه بشرتك بتنزل عرق اكتر وبتنزل وبتفرز دهون اكتر، يبقى انت مش بترطبيها كويس. تاني خطوه، ان انت مش بتستخدمي صن بلوك، او مش بتستخدمي صن بلوك مناسب لبشرتك اصلا. يعني في ناس ما بتستخدمش اصلا صن بلوك، وفي ناس بتستخدم صن بلوك ومش مناسب لبشرتها. حضرتك لو سمحت، لو انت بشرتك مختلطه دهنيه ومعاها حاجه، اهم حاجه تكون دهنيه ومعاها حاجه تانية، او انت اصلا بشرتك دهنيه صرف، فانت لازم تستخدمي اي صن بلوك خلقه ربنا، لازم تستخدميه يكون جل. ما ينفعش ابدا تستخدمي صن بلوك كريم او تستخدمي صن بلوك لوشن، لان الكلام ده كله هيعرق لك بشرتك بالزياده، وحرفيا هتبقي ماشيه في الشارع عماله تصري عرق من هنا. والله انا كنت في كده، الكلام ده ما شفتوش في حد، انا كنت كده، انا كنت بستخدم حاجات غلط وانا صغيره، اكيد ما كنتش طالعه خبيره في كل الحاجات دي، لا اكيد غلطت كتير جدا وما كنتش فاهمه حاجات كتير جدا. فانتي اي صن بلوك موجود في السوق كله لازم تشتريه يكون مكتوب عليه جل. جل يا بنات، جل يا بنات، مش لوشن او كريم. ده هيفرق جدا في نضاره بشرتك، هيفرق في الحبوب اللي بتطلع بسبب الشمس. وبمناسبه الحبوب اللي هي بسبب الشمس، اوقات هتلاقي نفسك في الصيف، عشان احنا داخلين على الصيف طبعا، داخلين على حر قاتل، ربنا يا رب يرحمنا برحمته، هتلاقي ان بيطلع لك حبوب كبيره، حبايه كبيره طلعها لك اصلا كبيره. فده سببه ايه؟ سببه ان انت مش بتحطي صن بلوك مناسب، او اصلا مش بتحطي صن بلوك. اشعه الفوق البنفسجيه بتاعت الشمس بتضرب مع بشرتك، مع البشره الدهنيه، فبتفرز دهون اكتر، مع اكلنا اللي اوقات كتيره جدا جدا بيبقى غلط ومليان دهون ومليان زيوت، ده كله هيخلي بشرتك تفرز حاجات وتكبر فيها نسبة الدهون وتعمل لك حبوب كبيرة. فانتي الحل بالنسبه لك ان انتي تستخدمي صن بلوك مناسب جدا لبشرتك، تستخدمي مرطب مناسب لبشرتك، وطبعا نيجي عند الغسول لازم نغسل بشرتنا كويس جدا. لو انتي بقى بشره دهنيه، بشره عاديه، بشره جافه، يا ريت اول ما تصحي من النوم ما تغسليش بشرتك باي غسول، واستني عليها ساعه كده ولا حاجه، وابداي ان انتي تفردي الدهون اللي تطلع في بشرتك. حتى لو انتي بشرتك دهنيه، بشرتك بتفرز دهون من بالليل للصبح، دهون صحيه للبشره، فانتي ما بتغسليها بتعرضي بشرتك للجفاف. فانتي ممكن ان انتي تعملي كده المناطق اللي هي بيبقى فيها دهون. وطبعا بالحركه دي افتكرنا ايه؟ افتكرنا المساج.
اصرفي قد ما تصرفي على المنتجات بتاعة البشرة، لكن عمرك ما هتلاقي نتيجة الا لما تعملي مساج كويس لبشرتك ولو مرة في الاسبوع. فيديوهات المساج موجودة منتشرة على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، منتشرة في كل حتة. ازاي تعملي مساج لبشرتك وتحفزي الكولاجين. طيب سارة، انا عندي مشكلة المسام المفتوحة، المشكلة دي اعمل فيها ايه؟ المشكلة دي حلها ان انتي تهتمي بالسكين كير بتاعك وتدخلي في السكين كير بتاعك حاجه لها علاقه بالكولاجين، لان الكولاجين لما بيقل في البشره بيعمل ندبات وبيعمل مسامات مفتوحه. ممكن اكون انا من دلوقتي عندي مسامات مفتوحه في الوقت اللي بكلمكم فيه ده بسبب ان انا مش مهتميه بالكولاجين. ممكن تاخديه في الاكل بتاعك، ابحثي عن الاكلات اللي فيها كولاجين، خدي كولاجين في الاكل بتاعك. خدي حبوب كولاجين بتبقى تقريبا غاليه شويه او رخيصه، مش متذكره قوي، او في يعني متناول ايدينا. ودخلي سيرم كولاجين، دخلي كريم فيه كولاجين، دخلي اي حاجه في روتين بشرتك، واستخدمي دايما المساج اللي دايما يحفز الكولاجين في بشرتك. ودي كانت نصايح النهارده. اوعوا تصرفوا فلوسكم على منتجات انتوا مش هتستخدموها او انتوا اصلا لسه متعرفوش هل هتنفعكم ولا لا الا بعد ما تعرفوا نوع بشرتكم. اوعي تجيبي صن بلوك يكون لوشن او كريم وانتي بشرتك دهنيه، عشان هيسوء جدا جدا بشرتك ويخليها سيئه وتعبانه ومرهقه، لان هي مليانه زيوت وانتي بتحطي لها زيوت فوقيها، فده بيتعبها جدا. ارجوكم خدوا بالكم من بشرتكم وشكلكم. ارجوكم اوعوا تعملوا شمع في وشكم، وارجوكم اوعوا ما تستخدموش الديودرانت بعد الحمام وقبل ما تناموا، عشان بجد الريحه بقت اوف بجد كتير يعني. واشوفكم على خير. باي باي.